السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات بشرى ام ياسمين. كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده. والفيديو ديال اليوم يلاقيكم في احسن الاحوال. اليوم البنات غادي نقدم معكم صابلي بشكل جديد اللي كيجي رائع البنات، منظر زوين ومذاق رائع كذلك. بقوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا الوصفه كامله ان شاء الله. في واحد القصريه البنات غادي ندير 250 غرام ديال المارغرين، الزبده، 2 كيسان ديال السكر سنيده كنمعكهم مزيان مع بعضياتهم حتى كينسجموا لي مزيان البنات. هاد المراحل ضروري تتبعوها البنات بالنسبه للبنات اللي كيصدق لكم في الصابلي. من بعد كنضيف عليهم 2 كيسان ديال الزيت المائده، يعني الزيت النباتيه. كنبقى نخلط هكذا حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي كيكون متجانس، يعني بحال بوماد هكذا كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد كندير معلقه صغيره ديال النكهه ديال الناطا، وكذلك غادي ندير واحد الكاس ديال هذا ديال الكاوكاو مطحون مزيان اولا ديال اللوز، المهم لكم الاختيار، اولا حتى ديال الجنجلان حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين. من بعد ما خلطت هاد المكونات كندير 2 حبات نتاع البيض حتى ل3، يعني الا كانوا البيضات صغارين نديروا 3 ديال الحبات متوسطين صافي. وهنا كنبدا ورشيش هاد الملحه ضروري منها البنات، ثم كنبدا كنضيف الدقيق هكذا كيف ما كتشوفوا. كنخلط غير بصبيعاتي البنات، راني ما كنعجن ما كندلك، فقط كنجمع العجين حتى كيتجمع ليه. هنا خدات لي 900 غرام ديال العجين، نتوما ديروا كيلو حداكم وتبقاو تزيدوا بشويه. هنا خليت العجينه ارتاحت واحد 4 ساعات في الثلاجه لان الحال سخون بزاف البنات. بعكس ملي كيكون الشتاء يعني والبرد ما كنديرها لا ترتاح لا والو. صافي هنا من بعد ما ارتاحت طلقتها بين هذا البلاستيك، هذا بلاستيك عادي اولا ورق الزبده، المهم اللي متوفر عندكم. كنقطعها بهذا المرشم هذا كيف ما كتشوفوا بيضاوي الشكل. كنكمل هكذا وكندير في الصينيه ديال الفران، ما كندهنها لا بزيت لا ما كنلبس لها لا ورق الزبده لا والو. كان عندكم بغيتو ديروا ورق الزبده ديروا، ما بغيتوش ما دهنوها ما والو البنات. صافي دغيا يعني ما كتلصق معكم ما والو لان فيها الزبده بزاف. دخلها الفران طيب على درجه ديال الحراره اللي مهيله، كنشمعها كما هكذا كنخليها تحمر واحد اللون ذهبي شويه صافي وكنخرجها. هنا عندي هاد البلاستيك ديال اللي كنديروا فيه هاد ليمول هذوك اللي كنديروا فيهم الشكلاط. هاد البلاستيك رخيص البنات كيدير فقط 5 دراهم. كندوب الشكلاط نتاعي في حمام مائي وكنديروا في هاد الرشيمات اللي في الوسطوريدات وكندخلوهم الثلاجه يجمدوا ونخليهم جانبا. ثم كنجيب البسكوي اولا الكاطو ديالي كندير فيه واحد شويه ديال الشكلاط هكذا باش كنلصق. بغيتو تلصقوا لا عفوا ماشي بالناباج، بالغليكوز اولا بالكراميل حتى هو كذلك كيصلح. صافي اولا التعليكات اللي كندير معكم. هنا من بعد ما لصقت الشكلاط دهنت بالكراميل كيف ما قلت لكم. الكراميل راه سبق لي صايبته معكم ساهل جدا البنات واقتصادي. كندير عليه كاوكاو اللي مفرفش هكذا، يعني ما مطحونش مزيان، كونكاسي هكذا شويه. وهاد التعليكه كنديرها سبق لي، هاد التعليكه درتها معكم غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. المهم النص درت له هاد التعليكه هذه ديال الذوق ديال الفريز، والثانيه درت لها الذوق ديال الكراميل. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا، كيجي بريستيج رائع البنات. ما لا في المذاق ولا في المنظر ديالو، كيجي جميل جدا. كنتمنى ينال اعجابكم. الا عجبكم البنات ما تنساونيش من تعاليقكم ومن تشجيعاتكم المحفزه. اللي اول مره كيزور القناه نتاعي مرحبا والف مرحبا، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش تبارطاجيو مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده مع الجميع. دائما كنتمنى انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.